الساينتفك فيوتشر بتاعك من year 1. يعني ايه؟ احنا معظمنا لما بنيجي ندخل الجامعه ده اذا ما كانش كلنا بيتقالك ايه؟ انت سنه اولى. فسنة أولى أنت ما عندكش experience إن أنت تنزل تدريبات. سنة أولى أنت لسه، حتى لو سنة أولى شغل، يعني مش احنا مش هنتكلم على الجامعة بس، احنا هنتكلم حتى لو أنت لسه فريش جراد أو لو أنت بتشتغل مثلا. فيجي يقولك أنت سنة أولى فأنت لسه ما عندكش أي experience خالص. فما تنزلش تتدرب، ما تشاركش في حاجة. لو أنت في الشغل تلاقي الشغل بيقولك إيه؟ إنه لا ده يعني كويس قوي إن احنا خدناك، فاحنا لسه بنصرف عليك. فكل يعني كل الحاجات دي من واقع الاكسبيرينس لا هي مش صح. ليه بقى؟ لان زي ما احنا شايفين بيقولك ايه؟ ان اللي بيبتدي الاول those who start early reach further. يعني كل ما تبتدي بدري كل ما توصل ايه؟ كل ما توصل اسرع. طيب انا دلوقتي لو انا في الجامعه وفي سنه اولى او حتى في السنين الاولى وما نزلتش تدريبات، فمش عندي اي experience ان انا انزل فعلا واتدرب. طيب المفروض ان انا اعمل ايه؟ لازم تعرف ان احنا في كليات مننا لما بتيجي تدخل بتلاقي ان في التخصص من الاول. يعني ايه؟ انت داخل من الاول، مش لسه داخل علوم بعد كده تتخصص، او لسه مش داخل مثلا طب بعد كده تتخصص. في الجامعات دلوقتي بقى في التخصص على طول. فانت لازم تكون عارف ان حتى تخصصك ده، حتى لو انت متخصص من الاول، انت عندك ماينر بعد كده تشتغل عليه، سواء هيبقى في الماستر او سواء لما تيجي تشتغل مثلا على ريسيرش بروجكت او تيجي تسافر. فبناء عليه انت لازم تدعبس في كل حاجه قبل ما الوقت ده يعدي عليك. يعني ايه اكسبلور؟ قبل ما يحصل السبيشاليزيشن بتاعك، قبل ما تتخصص في تخصصك ابتدي ان انت تجرب كل حاجه في نفس الوقت. طيب سنه اولى دي هل تنطبق على اني وانا بتكلم على سنه اولى هي سنه اولى يعني بالظبط؟ لا هي مش سنه اولى بالظبط. ليه بقى؟ لان اللحظه اللي انت تبتدي فيها ان انت تقرر انت عايز تكون نسخه تانية من نفسك في مجالك بقى، سواء كان مجال علمي او عايز مثلا مجال هندسي او اي مجال تاني، انت لازم تعرف ان دي بالنسبه لك هي الفيرست ستيب او اول خطوه. من ضمن الحاجات اللي انا نفسي وقعت فيها، من ضمن الاخطاء اللي وقعت فيها من الاول اول ما دخلت الجامعه، هي اني ما كنتش معترفه قوي باهميه لينكد ان. احنا طبعا كلنا عارفين لينكد ان هو دلوقتي تعتبر اكبر منصه للكونكشنز، وان انت تعمل كونكشن. ممكن يبقى انت لسه ستودنت في سنه اولى تانية تالتة لسه في الجامعه، وتلاقي نفسك مثلا سي او شركه او مثلا اتش ار شركه كبيره جدا انت نفسك اصلا ان انت تدخلها حتى تتدرب فيها يكون عندك. فلا انت حتى لو مش بتحب ان انت تعمل بوستنج كتير على لينكد ان، ابتدي ان انت تجرب ان انت تعمل فولو اب، لان هتلاقي فرص مهوله، سواء كانت من المنح الدراسيه ان انت تسافر، او التدريبات او السكولرشيبس، او حتى ان انت تعمل كونكشن مع ناس، تبتدي انت تعرف كونفرنسز وتعرف ان انت توسع الدايره بتاعتك المعرفيه. فلازم نخلي بالنا من لينكد ان، لان حقيقي مش بيبقى كلنا مدركينها. حتى الناس اللي بتبقى خلاص هو جرادويت وتخرج وبيشتغل اوريدي، تلاقي نفسه برده مش مهتم. فايفن لو انت مش بتحب تبوستنج كتير حتى زيي، ابتدي ان انت اعمل فولو اب. طيب انا دلوقتي لو انا في الجامعه، مين اكتر طالب انا ممكن استفيد منه؟ هقول لكم بكل صراحه هيكون السينيور ستودنت. هيكون اكتر واحد قضى في الكليه فتره كبيره، فيبتدي ان هو ينقل لك الاكسبيرينس بتاعته. طيب انا دلوقتي لما باجي مثلا عاجبني ساره مثلا، عجباني جدا شخصيتها في الجامعه وما شاء الله الجي بي اي بتاعها عالي وهي الاولى وكل حاجه. طيب انا لما اجي اخد الاكسبيرينس بتاعتها، هل اخدها كلها كامله؟ في الحقيقه لا. انت لما تيجي تاخد نصيحه من حد، ابتدي ان انت وازنها. يعني اتعلم توازن النصيحه. يعني ايه؟ انا دخلت سالت فلان على حاجه معينه فقال لي واحد اتنين تلاته حلوين واربعه خمسه سته مثلا مش كويسين. لا انت لازم تاخد النصيحه اللي بتالاين او اللي هي بتوازي او بتواكب الايه المبادئ بتاعتك. لان انت ممكن مثلا انت استيعابك في المذاكره 5 ساعات مذاكره، فيجي واحد يقول لك والله ده انا عشان اوصل للجي بي اي ده، او عشان مثلا اكون الاول على الدفعه كنت بذاكر 10 ساعات. طب انت مش هتقدر انت تعمل كده. هل يا ترى ده ما يخلكش توصل؟ لا انت ممكن الساعتين بقى بتوعك يوازوا ال10 بتاع حد تاني. فلازم تخلي بالك وانت بتاخد النصيحه ان انت تاخد الحاجات يعني وانت بتاخد النصيحه اوزنها. طيب حتى انا مثلا كان عندي في الجامعه بتاعتي، انا كنت قاعده في سكن الجامعه، واللي عارف الجلاله هيلاقي انه صعب جدا انت تتحرك وتاخد كورسات وتيجي وتروح. طيب ازاي ممكن ابني السي في في حاله زي دي؟ انا طالب مغترب، او انا حتى شغلي بعيد عن بيتي، لسه متخرج وشغلي بعيد، او حتى انا مش لاقي وقت حتى ان انا انزل تريننج او اخد كورسات. اعمل ايه؟ احنا دلوقتي في جيل التكنولوجي، في جيل كل حاجه اونلاين، كل حاجه موجوده اونلاين. في فري كورسز كامله من جامعات قويه جدا زي هارفارد وام اي تي، وكل الحاجات دي موجوده اوريدي على اليوتيوب اصلا كمان. يعني حتى مش محتاج ان انت تدخل على موقع معين او ويب سايت معين عشان تبتدي ان انت تعرف الكورسز دي او تاخدها، او مش لازم تدفع فلوس حتى. طيب هتقولي لي طب ما هو لازم السيرتيفيكت ومش لازم مش، لا انت الحاجه اللي انت تعملها اكتبها، وخلي معاك دايما نوت. يعني انت لما تيجي تبتدي بقى خلاص، انت
يعني بتحاول ان انت تعمل ايه، تقيم نفسك اول باول. خلي معاك نوت صغيره، النوت دي اعمل فيها ايه بقى، اكتب كل حاجه انت بتعملها. انا شفت الفيديو الفلاني، انا قررت ان انا اعمل حاجه معينه، انا قررت ان استفيد، انا مثلا خدت نصيحه من الدكتور الفلاني، انا خدت نصيحه من الطالب الفلاني. فتبتدي ان انت دماغك تكون متسيستمه، لان فتره الجامعه بالذات، فتره الجامعه حقيقي هي اول فتره انت بتبتدي تاخد فيها قرار حقيقي بنفسك. يعني ايه، انت هتبقى مسؤول عن قراراتك، سواء كان بقى انت بقى اصلا بعدت عن بيتك فبقيت جوه جامعه بعيد عن بيتك فانت واخد قراراتك، او اخدت سكولرشيب فسافرت، او هتبتدي مثلا ماستر او ايا مكان. فانت الفتره ما بعد الجامعه انت خلاص بتبقى شخص جديد تماما، مختلف عن ما كنت ايام المدرسه. طيب، بما ان احنا كنا لسه بنتكلم ان احنا لازم نستفيد من كل الاي اي تولز، وان احنا دلوقتي حرفيا موجود معانا في كل مكان دلوقتي، الموبايل بتاعنا يعني كل الابليكيشنز موجوده وكل حاجه موجوده. فانا قررت ان انا بعد كل سب تايتل احنا هنتكلم فيه هبتدي ان انا اديكوا الاي اي تول او الريسورس اللي ممكن تفيدكم. احنا لسه بنتكلم عن مثلا ان احنا بنقول مش عندنا وقت ولا عارفين ننزل كورسات مثلا، فنعمل ايه، نخلي بقى الفتره بتاعه الجامعه او حتى الفتره ما بعد الجامعه لسه ببتدي شغلي وبتدرب عليها نخليها تضيع مننا. لا، هنلاقي مثلا حطينا فري كورسز ويب سايتس، مثلا عندنا كورسيرا، عندنا ام اي تي، عندنا ايدكس، وعندنا غيرهم. برضو لو انت من الناس اللي بتحب يكون في ابلكيشنز تعمل اورجانيزيشن للستادي بتاعك او البلان بتاعتك او كده، هتلاقي في حاجات زي نوشن، هتلاقي حاجات زي، برضو انا باكد عليكم تاني في الابلكيشنز المهمه هي لينكد ان، لان لازم تكونوا يعني تفولو اب عليه، لان بجد بجد عليه فرص مهوله جدا. وممكن ان انت اعتبره حاجه بروفيشنال شويه، شاتنج بروفيشنال غير الميل كمان، فانت تقدر انت تستفيد منه. ولو انت بقى في حاجه علميه لازم تتعلم من بدري مندلي، لان تتعلم ازاي انت تحط ريفرنس في ريسيرش بيبر وازاي ان انت تكتبها وكل ده، لان هياخد وقت كبير قوي منك لو بدأته متأخر. وبرده لو انت بس مش عارف غير ان في شات جي بي تي، فهتلاقي ان في اي اي تولز تانية ممكن ان انت تستخدمها.